انت مين؟ انا الموظف اللي اتعينت من اسبوع يا فندم، وحضرتك طالب تشوفني. ايوه افتكرت. وكنت مختفي فين من اسبوع؟ كنت بلعب بابجي على الكمبيوتر. يا فندم قصدي كنت بخلص شغل مهم على الكمبيوتر يا فندم. طب اقعد استريح يا عتريس، واضح انك موظف نشيط بتحب الشغل. يا فندم انا بعتبر نفسي ابن الشركة. نموت وتحيا الشركة، نموت وتحيا الشركة، نموت وتحيا الشركة. الله عليك، انا شايف فيك بذرة عصفورة يا عتريس. انا خدام مداسك، يلا الكرم اساسك. تعرف يا عتريس، انا اول مدير دخل الاي اي في مراقبة الموظفين. اكيد يا فندم. طب تعرف ان انا صاحب اكبر خصم وجزاءات للموظفين في مصر؟ انا سمعت ان جد حضرتك ال21 هو اللي طرد الهكسوس من مصر ورمالهم عجلاتهم الحربية في الشارع عشان اتأخروا في دفع الايجار. ايوه مظبوط. وان جدك ابو ابوك هو صاحب فكرة تأميم قناة السويس. ايوه صحيح. سمعت ايه كمان يا عتريس؟ سمعت ان امك صاحبة فكرة مهرجان القراءة للجميع، بس ماما سوزان مبارك لطشت منها الفكرة ونفذتها باسمها. وماما ماتت بقهرتها يا عتريس. احنا لازم نشكر القدر اللي جمعنا بيك وعرفنا عليك، ونشكر الارض اللي شالتك والبطن اللي زلطتك، ونشكر السيد مدير امن القاهرة ومدير اصول الثقافة، ونشكر المعلم عظمة صاحب شعار امسك العجل من ديله اعرف فيه كام كيلو. نعم يا فندم انت لينا مثال الاب، وطاعة الاب من طاعة الرب. قول كمان، كلامك بيغسلني من جوه وبيمسح عني تعب السنين. واللي يخالف كلام حضرتك يبقى كافر ابن كافر وجد المسيح الدجال. اديني كمان في اللذيذ منه. انت نور عينينا، انت الهوى اللي بنتنفسه والمية اللي بنشربها، انت ولا انت جداري. دي وصل التطبيل من العيار التقيل يا بطل. طيب انت ممكن تعمل اي حاجة عشان ترضيني يا عتريس؟ جرب كده تطلب مني اي حاجة يا سحاوي بيه. عاوزك تبقى عصفورة الشركة، عاوزك تبقى كلب الشركة الوفي، هاو عاوزك تبقى قطة المكتب الشرازي. مياو. عشان وصلة التطبيل بتاعتك دي انا اخترتك لمهمة كبيرة يا عتريس، محتاجة ذكاء ومفهومية. انا جاهز وكل نشاط وحيوية يا سحاوي بيه. انا عاوزك تكون عين اللي بشوف بيها في الشركة، تسمع لي دبة النملة وتنقلها لي، لو موظف كح تقول لي جاسوس يعني. اعوذ بالله، مين قال كده؟ انا عاوزك تبقى عميل مزدوج. يبقى قابلني لو نقلت لك اي حاجة تضر اي موظف. انا مستعد ابقى عميل مزدوج وعميل مافيا عشان خاطر حضرتك يا سحاوي بيه. عظيم يا عتريس، وهديك فوق مرتبك كارت مشتريات ب500 جنيه. انا قلبي اليك ميال ومفيش غيرك على البال. جنب شغلك في الشركة من تصميم وتسويق ودعاية ومونتاج، في شوية حاجات صغيرة كده هتعملها لي. انت تأمرني ان شاء الله تكون عايزني اجيب لك بامبرز من الصيدلية هجيب، وصابون وشامبوهات ومعجون سنان وفراشي سوفت. ولو عايزني اروح اتسوق لحضرتك في سوق الخضار انا مستعد. ويكون خضار طازة فريش، والملوخية يكون ورقها اخضر ومنعنع. اما اللحمة والفراخ والسمك مش هوصيك تنقيها على الفرازة. ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ الصبح بقى هتودي العيال المدرسة وتعمل لهم لانش بوكس وتسرح لهم شعرهم وتكوي هدومهم، واخر اليوم تجيبهم من المدرسة. ايوه. والساعة 9 هتودي المدام شغلها، الساعة 10 هتروح تظبط جنينة البيت وتقص النجيلة، الساعة 11 هتروح المول تجيب طلبات البيت. وايه تاني؟ اما الساعة 12 بقى هتروح لماما تجيب طلباتها. 12 ل 12 وربع تاخد ريست عشان انت بني ادم. 12 وربع ل 2 عاوزك تعمل لي شوية تصليحات سباكة ونجرة في الفيلا. اخر حاجة بقى الساعة 2 تيجي عشان تروحني البيت. وايه تاني؟ لو ما فيهاش احراج يعني تبقى تعمل لي شوية مساج، اصل مسؤوليات الشركة كسرت ضلوعي يا عتريس، وبالمرة تقطق لي صابع رجلي اليمين. يعني انت عايزني ابقى مصمم جرافيك ومونتير وكول سنتر ودادا وشغاله وفلبينيه وسواق وجنايني وسباك ونجار وبتاع مساج؟ مش عايز ساحر يا سحاوي بيه. فقرة الساحر هتبقى تعملها لي بالليل عشان الاولاد ينبسطوا. صحيح، بتعرف تعمل فقرة الاراجوز؟ ايه ده؟ انت اتجننت ولا ايه؟ عاوزني اعمل لك اراجوز؟ انا هوريك الاراجوز دلوقتي يا سحاوي.
ايه ده؟ لا 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 خد دي، عايزين تجننوني يا ولود الكلب. لا لا لا، اي 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 بتعمل ايه يا مجنون؟ لا يا عتريس مش كده، انا مدير محترم. انت خليت فيها احترام يا سحاوي، ده انا هنفوخك. يلا يا شركة تحت بير السلم يا نفرين وطفاية، عاوزين تجننوني يا ولود المجنونة؟